وطبعا احنا في عز ايامه وفي عز ما هو حلو وجميل واخضر وفي منه اصفر، والايه واللي انت عاوزاها تيه، عاوزه تنقيه، عاوزه غرف، اللي انت عاوزاه بتجيبيه. رخيص جدا، والكيلو ونص ب10. هتعملي وتدي جيرانك وحبايبك وكل اللي بيتعشموا فيك. ربنا يجعل الخير في بيتك. ويلا صلى على النبي وتعالوا نشوف هنعمله ازاي. دي طريقتي اللي انا بعمله بيها بقالي حوالي 3 سنين، وبسم الله ما شاء الله اقسم بالله بيبقى احسن من الجهاز 1000 مرة. جبت الليمون بتاعي دول 3 كيلو او 2 كيلو ونص. جبته وغسلته، وبعدين حطيته في مصفى، ومسكت الليمونه كده عملت فيها حرف الزائد. تقدري ما تسلقهاش وتقدري تسلقيها. انا كنت عاوزه اعمل دول سليق، بحيث ان انا لما جوزي يجي قريب يلحق ياكل منه ويكون استوى كده وبقى حلو. بس هعمله بقى المره الجايه ان شاء الله من غير مسلوق، وهعمله معاكم برضو ان شاء الله. ما عملتوش قبل كده بصراحه من غير مسلوق، يعني لسه هجرب معاكم. هاخد كل كميه الليمون بتاعتي وهقعد اعملها زائد كده. والافضل والاحسن ان الليمون يبقى اصفر. ليه؟ لان انا اكتشفت انه لما بيتسلق بيبقى لونه بيسمر، مش ده يعني الصفرة بتنها صفرة، الاخضر بقى بيقوم جاي مسمر. بس انا هحط عليه تريكه في الاخر كده هتخلي لونه زي الكهرمان ان شاء الله. عملتها بقى كلها، عملته كله بقى كده، وقمت جايه حاطه عليه حبه ميه مش سخنه عشان انجز وقت بس مش اكتر. وعشان هغليه غلوه واحده بس بالظبط، عشان ما ينهرش معايا. تكوني بقى محضره معاكي حبه البركه. بصي يا دوبك هو غلى، بس غلى غلوه واحده بس. وقمت جايه مقلبه تقليبه كده وطفي عليه. طبعا الليمون بتاعي مغسوله زي الفل. وطبعا الغلوه ده عشان تعمل اي ميكروبات او اي حاجه وحشه فيه. تمام كده خلاص. هنقصه بقى عشان عاوزه الميه بتاعته دي مش هرميها، هستعملها برضو. وممكن تستعملي الميه بتاعته دي تضيفيها على الصابون بتاعك. تقدري تحطيها كمعطر، تقدري تزودي بها، تستعمليها كأرضيات، اي حاجه. اصلا ريحه الليمون في البيت بتبقى جميله جدا وهو بيتسلق. معايا بقى حبه البركه وعصفر. انا بقول للست اديني عصفر وحبه البركه ب5 جنيه وب5 جنيه. جبت بقى جزرتين كده ابشرتهم، وحطيت عليهم العصفر، وحطيت عليه ملح وهريسه شطه والجزر. وعصوري بقى بتاع 5 6 ليمونات كده عصير، وما ترميش القشر بتاعها. وبعدين حطي معلقه سكر، اهم حاجه معلقه سكر. وطبعا حبه زيت. والملح بقى بتاعك خليه زياده شويه. تقدري وخل، ولو عاوزه تحطي زيت زيتون حطي اللي ريحك اعمليه. هاتي بقى كوبايه من ميه الليمون، وقومي جايه ضيفاها على دي معلقه السكر اللي انا بقول لكم عليها بتخلي المخلل بتاعي حلو جدا. حطيت عليه شويه خل، 5 6 معالق خل كده، وقلبتهم بقى كويس. هروح البس جلافز واجي. حطيت كوبايه من ميه الليمون عشان كنت عاوزه اضرب الخلطه دي بايديا قوي قوي، بحيث ان هي تنزل العصاره بتاعتها كده وتبقى حلوه. وهمسك بقى الليمون بتاعي واحده واحده كده، واقوم جايه حشيه من جوه. طبعا عاوز تحطيه برطمان كبير براحتك، تحطيه برطمانين براحتك، برطمان صغيره براحتك اللي يريحك. بس اهم حاجه في المخلل ان انتي لما تكوني بتطلعي مخلل في من قلب البتاع، ما تمديش ايدك، هاتي بمعلقه. على فكره الحاجه اللي كنت بقول لكم عليها ان هي تغير لون الليمون، ده انا حطيت شعره من الزعفران الاصفر، شعره بسيطه خالص، بحيث ان هو يخلي الليمونه لونها ترد كده وتبقى حلوه. عملت البتاع زائد، وبقيت احشيها من جوه كده حبه حبه، وحطيت حبه في القعر. تقدري تزودي شطه في قلب الليمون ده مع الليمون ده، بس انا ما كانش متوفر عندي يعني. مسكتها بقى ليمونه ليمونه وانا واقفه كده. الموضوع سهل وبسيط جدا، مش هيستغرق منك اي حاجه. انا عملتهم في برطمانين، واحد كبير وواحد صغير، بحيث ان ما اجي افتح واحد ما يبص مني يعني وكده. عشان طبعا انا جوزي اكتر اوقات بيكون مسافر، واحنا مش بنشد في المخالل اوي. المهم عملت كل الكميه، وبقى معايا شويه كده ميه. هاتي بقى عليهم كمان كوبايتين ميه من بتاعه الليمون، وقومي جاي وعصر عليها كمان ليمونه. وقشر الليمون ده اوعي ترميه. وبشرت كمان جزرايه اهو. عايزه اقول لكم ان المخلل ده لما بيستوي، يعني المخلل ده ممكن 15 يوم وتاكلي منه. لما بيستوي انت بتشيل الخلطه دي تاكليها اصلا لوحدها كده. انا جبت الليمون بقى عشان اضغط بيه من فوق، بحيث ان هو ما يخليش حاجه تطفو من فوق ويبوظ. تقدري بقى تحطي معلقه زيت على الوش او كده، بس انا قفلته بالطريقه اللي انتوا هتشوفوها معايا دي. انا بقى حطيت كمان كوبايتين ميه. حطيت بقى كمان كوبايتين ميه عشان خاطر ان هو يستوي يعني وكده.
تقدري شهر 15 يوم، كل ما بتركن كل ما بيحلو. تمام. ده ليمون عادي كنت انا عاملاه من حوالي اسبوع او 10 ايام كده، لسه في نسبة غضاضة بسيطة لان ما كنتش غيرت له مية كتير، بس دلوقتي حلو يعني. يومها لما انا كنت بصور الفيديو ده كان في نسبة غضاضة، انما دلوقتي بصراحة طعمه جميل، وكفاية ان انا اللي عاملاه بايدي يعني، مش شارياه من بره وكده. لونه تحفة. ده بقى كان ليمون اصفر يعني. وبرضو عليه شعرة زعفران، شعرة بسيطة جدا، لا تحطي كاري ولا كركم ولا استغفر الله العظيم يا رب الحاجات اللي بيقولوا عليها دي، لا، حطي زعفران. بصوا الليمون المعصفر بتاعي عامل ازاي. طبعا اول ما يستوي معايا انا هبقى اوريهولكم، اكيد في فيديو هنصوره او كده وهيكون فيه مخلل، وهوريهولكم ازاي جميل وازاي طري وازاي تحفة بصراحة. ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب للقناه. يا رب تكونوا استفدتوا اي حاجه ولو كانت بسيطه. اعملوا بقى المخلل واعملوه رمضان واركنوه، لان خلاص الايام بتعدي هوا. كل سنه وانتم طيبين.